السلام عليكم. هنبدأ كده سلسلة نتكلم فيها عن حاجات تخص الشغل ومواقف حصلت لي أثناء الشغل. فخليني أحكي لكم النهاردة إزاي عميل كان هيخسر حوالي 5 أو 6 مليون جنيه بسبب 20 ألف جنيه. في ناس كتير فاكرة إن تحسين بيئة العمل رفاهية أو مصروف زيادة، بس الحقيقة غير كده خالص. خليني أحكي لك إزاي. من ضمن المصانع اللي أنا اشتغلت معاها كان في مشكلة واضحة جدًا، إن الإنتاج كان متذبذب، الquality كان فيها مشاكل كتير، والمشكلة الأكبر إن ده بالطبع أثّر على اسم المصنع، المصنع أساسًا كان لسه طالع جديد في السوق. أول سؤال ناس كتير ممكن تسأله في الحالة دي، اللي هو يا ترى مثلًا ممكن نشِد أكتر على العمال، نشدِّد الرقابة، نزوّد ونضغط في الإنتاج، بس الحل كان غير كده خالص. إحنا كنا شايفين إن المشكلة في الناس، بس لمّا درسنا الموضوع بشكل أعمق شوية، اكتشفنا إن المشكلة مش في الناس، هي المشكلة في البيئة اللي إحنا موفّرينها للعمالة. يعني مثلًا العامل بييجي مُرهق جدًا بسبب إن المواصلات بتاعته صعبة، بعد ما بيخلّص الشغل بتاعه بيرجع لسكن مش أحسن حاجة، مش بيتطوّر، ما فيش أي برامج تدريب ولا تطوير ليه، وحتى ما فيش أي تقدير نفسي أو معنوي بيتم للعمال. فإحنا قررنا إن إحنا نشتغل على حل المشكلة دي من الجذور بتاعتها. بمعنى إيه؟ إن إحنا أول حاجة وفّرنا سكن كويس ليهم، إن هو يكون مستريّح فيه ويقدر إن هو يرتاح فيه بشكل كويس. بعدها وفّرنا مواصلات من السكن للمصنع ومن المصنع للسكن، بحيث إن هو ما يكونش تعبان أو شايل هَم المواصلات بتاعته. بدأنا نشتغل معاهم على برامج تطوير وتدريب ترفع فعلًا من الكفاءة بتاعتهم بشكل حقيقي، وبدأنا إن إحنا ندخّل أنشطة ترفيهية بشكل بسيط، بحيث إن إحنا نوازن ما بين الحياة العملية والحياة الإنسانية بتاعتهم. طيب هل ده كان تكلفة؟ آه. طيب هل كان مصروف؟ لأ، ده كان استثمار. بعد فترة مش طويلة بدأنا نشوف فرق واضح، إنتاجية أعلى، هدر أقل، والجودة بدأت تعلى، ومشاكل التشغيل كمان بدأت تقل بشكل ملحوظ جدًا. فيا صديقي، ملخص اللي اتعلمته من التجربة دي إن أنت لو عايز تطور أي حاجة في شغلك ابدأ بالناس، لأن بيئة العمل الصحية هي أقوى وأفضل استثمار ممكن تعمله في شركتك أو مصنعك. الناس أولا وبعدها بيجي أي حاجة تلقائي. وعلى فكرة احنا لما حسبناها لقينا إن احنا زودنا المصاريف الشهرية 20 ألف جنيه، بس فرقت جدا في النتائج والمبيعات واسم المصنع ده. شكرا والسلام عليكم.